ده أطول قبر شفته في حياتي، طوله 30 متر، وأنا موجود في صلالة في سلطنة عمان. لقيت ضريح مكتوب عليه ضريح النبي عمران. بس يا ترى هل في نبي اسمه عمران؟ ولما دخلت القبر لقيت القبر تقريبا طوله حوالي 30 متر. أول ما هتدخل هتلاقي القدم في الاتجاه ده، والاتجاه اللي قدام هناك ده الرأس. الله أعلم هل فعلا طول الجسم 30 متر ولا زي قبر يوشع بن نون اللي موجود في الأردن. قالوا إن هم مش عارفين هو مدفون في أنهي حتة بالظبط، فعلشان كده خلوا المكان كله يبقى مكان القبر، لأن هم مش عارفين بالظبط فين الجسد، فعلشان كده عملوا الطول ده كله علشان تحسبا لأن هو يكون مدفون في الجزء ده. ولما سألت عرفت إن النبي عمران هو والد السيدة مريم. الله أعلم هل فعلا القبر أو الجسد طوله فعلا 30 متر. الله أعلم، الموضوع ده بقاله تقريبا 2000 سنة، 2200 سنة، 2500 سنة، فهل البشر فعلا كان طولهم كده في الوقت ده؟ الله أعلم، لكن أنا ما أعتقدش الحقيقة. أعتقد إن فعلا القبر موجود بالطول ده تحسبا لأن يكون مدفون في أي موضع من اللي موجود قدامكم. بعد كده رايحين قبر النبي أيوب، وهو موجود برضو هنا جنبينا في صلالة. خليكم معايا، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نبي الله، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. هنا قبر النبي أيوب عليه السلام، وفي تأكيدات كتيرة بتقول إن هو ده فعلا قبر النبي أيوب عليه السلام. النبي أيوب هو ابن شقيق النبي يعقوب وابن عم النبي موسى عليهم السلام جميعا. القبر موجود في منطقة مرتفعة جدا في مدينة صلالة. وطبعا كلنا عارفين قصة سيدنا أيوب ومعاناته مع المرض لمدة 70 سنة بعد أن تم الأجل المقدر من الله تعالى لابتلاء أيوب بالمحن. دعا أيوب ربه أن يكشف عنه البلاء الذي أصاب جسده وماله وأولاده، إذ قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وبعدها استجاب الله تعالى لنداء نبيه أيوب عليه السلام، وانفرجت عنه وعن زوجته الكرب، ورفع الله البلاء عنهما. وقال تعالى: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فأمره تعالى بأن يضرب رجله بالأرض لينبع نبع من الماء فيغتسل منه ويتعافى من أي بلاء كان قد أصاب جسده. وضرب برجله في موضع آخر فنبع ماء، فأمره تعالى بأن يشرب منه، وبهذا تكاملت العافية فيه عليه السلام. وقال تعالى: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. سلام الله على النبي الله أيوب وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
وصلنا هنا مكان ناقة سيدنا صالح، والمكان ده بيسمى بالضحكة نسبة طبعا لضحكة الناقة. وهنا هي مش الضحكة، هي الضحكة بالدال، أي أثر الناقة. قدامكم هنا الصخرة، وهنا آثار رجل الناقة. أهو هنا السلم طبعا مقفول، وهنا آثار الناقة حسب الروايات والله أعلم.